والمحزن لما أكلم بنات شابات يكونوا مو متحجبات وأقول لهم ليش أنتم قررتوا تلبسون الحجاب؟ يقول لك لا مو عشان شيء، أنا ليش أخلي واحد يطالعني بنظرة جوع وبنظرة بهيمية ويطالع جسمي ويتمقل فيه ويتخيل علي. هي نقطة مهمة، كيف إن هذه المرأة أو البنت سمحت لنظرة رجال بهايم على قولتها تخليها تقرر هذا القرار. يعني أنت مو مقتنعة بالحجاب، لو كنت في أوروبا كان ما سويتي هالشيء، لأن الرجل ما راح يطالعك بهالنظرة البهيمية اللي أنت حسيتيها في بلدك. فمعناته أن هذا الحجاب مو مقتنعة أنت فيه، هو مجرد ردة فعل للبيئة اللي أنت فيها عشان تبي تعيشين بسلام. إذن هذا الحجاب شيء زعل، لأنك أنت كشخصية قوية كيف سمحتي لناس آخرين يتحكمون في طريقة لبسك ويخلونك تلبسين شيء أنت أصلا مو مقتنعة فيه. وبعدين شنو هذا الشيء اللي تعتقدين أنه لازم لبسك تلبسينه بس حق زوجك؟ هل هذا شيء يعني منطقي بالمنطق؟ منو يحط بمخكم النظرية الغبية اني انا بس اطلع شعري ولبسي البسه الجميل بس حق زوجي؟ ليش؟ وهذا الزوج اذا راح شنو انت يعني تصيرين؟ مجرد انك يعني ضغط على المرأة واقناعها بشيء غير منطقي لمصلحة منو؟ مرة ثانية لمصلحة الرجل.